السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه جوز الهند. وصفه سهله كده وبسيطه. احنا معانا هنا كوبايه جوز الهند، معانا هنا 3 ارباع كوب سكر ناعم. ممكن سكر ناعم، ممكن نستعمل عسل، ممكن نستعمل سكر خشن عادي يا جماعه. 2 بيضه، معانا علبه ونص زبادي من العلب الصغيره. معانا معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعانا الفانيليا معانا هنستعملها. احنا هنبدأ دلوقتي هنحط البيض. طبعا البيض بيكون مطلعينه من التلاجة من بدري بحرارة الغرفة زي ما بنقول كده. هنبدأ نحط ال2 بيضة هنا، وبعد كده هنبدأ ننزل عليها السكر، نبدأ نقلبه. طبعا ممكن نستعمل السكر طبعا يا جماعة حسب برضو ما نحتاج قد ايه، يعني السكر حسب ما هنحتاج قد ايه. ممكن نستعمل 4 معالق، ممكن نص كوباية. احنا هنشوف السكر اللي احنا بنحتاجه. احنا بنتجه نقلب كده لحد ما السكر يندمج خالص، وبعد كده بنضيف الزبادي. احنا هنا كده البيض خلاص اندمج هو والسكر، فهنبدأ نضيف الزبادي. وهنا مش محتاج يا جماعة عامة لا هاند بلندر ولا الخلاط، لان الكمية اصلا مش كبيرة. تاني حاجة الوصفة يعني سهلة بسيطة كمان، مش هتستاهل، مش محتاجة الخلاط. هنبدأ نحط الزبادي. طبعا انا قلت لكم انا جايبه عامله كوبايه ونص. لو زودنا، لو حبينا نضيف كميه اكبر، هنزود طبعا معانا الجوز الهند والبيض بالتدريج كده يا جماعه زي ما بنقول. احنا كده حطينا الزبادي، فهنبدا نقلبه زي ما انتم شايفين. وهنبدأ نضيف الفانيليا. طبعا لو فانيليا سايلة يبقى تكون أفضل. أنا هنا هستعمل الفانيليا المكونات كيسين فانيليا صغيرين عشان طبعا ريحة البيض. الزبادي اندمج اهوت مع البيض ومع السكر والفانيليا كمان حطيناها. هنبدا نضيف جوز الهند، هنضيفه نشوف ما تحتاج قد ايه. ممكن تحتاج كوبايه، ممكن تحتاج كوبايه ونص، احنا حسب ما يبدا سمك المكون او الكيكه معانا، يعني حسب ما تاخد الكميه بتاعتها. طبعا انا جبت جوز الهند، انا هضيف ايه كميه بسيطه. طبعا احنا بنكمل وبنبدا نحط عليها البيكنج باودر. الجوز الهند يا جماعه اهم حاجه يكون ناعم زي ما قلت لكم. نرش معلقه صغيره بيكنج باودر. والوصفه دي برده حلوه جدا لو حد بيعمل رجيم، حد ما فيهاش سمنه، ما فيهاش دهون كتير، هي تقريبا معتمده على الزبادي والبيض. احنا بقى بنكون دهنين القالب. طبعا انا جبت سكر زياده، جوز الهند خد منه جزء. احنا هنجيب بقى، جبنا القالب زي ما انتم شايفين، هنحطه دهناه بالزيت، دهنه خفيفه كمان، يعني ما تحطش دهنه كتير عليه. هنبدا نجيب معلقه بقى ننزل الكيكه. هي ما بتاخدش كمان وقت معانا يا جماعه كتير في التقليب، وفي الفرن ما بتاخدش وقت كتير. ربع ساعة تقريبا كده، 20 دقيقة. نبدأ ننزلها واحدة واحدة. طبعا لو حد بيحب اللي هي المكسرات ممكن يضيف فيها مكسرات. لو حد بيحب الزبيب ممكن يضيف لها الزبيب، بيبقى طعمها حلو جدا. بس ونبدأ نفردها كده ونكون مسخنين الفرن. بنبدأ نكون مسخنين الفرن يا جماعة. احنا حطيناها اهيت، نسخن الفرن ونحطها في الفرن، لما تخلص هنجيبها لكم. انا حبيت
حبيت قبل ما نحطها في الفرن على الفرن ما يسخن هنحط كام حبه زبيب كده يديها شكل حلو. احنا هنحطه من بره، اللي حابب يشيله بقى، اللي ما بيحبش الزبيب ممكن يشيله. ممكن اللي عنده مكسرات سوداني. طبعا ديت اللي بيحب جوز الهند حلوه جدا. هنا بقى هنضغط شويه كده عشان ما يتحرقش ويطلع بره. احنا بقى كده هنبدا نضيفه بقى، نحطه في الفرن يسخن، ولما يخلص هنوريها لكم. رجعت لكم تاني. احنا جوز الهند، كيكه جوز الهند طلعت اهي يا جماعه من الفرن. طبعا بتاخد تلت ساعه زي ما قلت لكم. طبعا هي سخنه بس مستنيه تهدى شويه. زي ما قلت لكم اهم حاجه ان جوز الهند يكون مبشور او ناعم. ورجعت لكم تاني. طبعا احنا قلبنا كيكه يا جماعه، بس ناخد بالنا ان هي تبقى خفيفه كده كده. واحنا بنقلبها نستنى ما القالب يبرد خالص عشان ما تتجرحش مننا. احنا هنبدا نقطع منها جزء بقى. طبعا هي لسه هشه ولسه سخنه طبعا. نبدا نقطع كده منها واحده واحده زي ما انتم شايفين. هي هنا طبعا الجزء ده اتجرح مني عشان انا كنت بطلعها كانت سخنه من القلب. زي ما انتم شايفين كده هشه وخفيفه وطعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطه. اتمنى انها تعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والهنا والشفا. كيكه جوز الهند حاجه كده جميله ولذيذه وخفيفه، ولو محب جوز الهند عموما هتعجبكم جدا. كيكه جوز الهند او قالب جوز الهند حلوه جدا ولذيذه وخفيفه.